بالحلوين. كان يا مكان كان في ملك، وفي يوم من أيام الحدوتة كان الملك عايز وزير، والملك نده لكل من في القصر وقال لهم: انتم اللي في القصر جنبي لا استغنى عنكم ولا تستغنوا عني، وإن كان على الناس اللي في المملكة انتم اللي أقرب مني، وانتم بتمنى الوزير يكون منكم، واللي عايز يبقى وزير يجي هنا قدامي. كل من في القصر جم للملك ووقفوا قدامه، والملك قال: اللي عايز يبقى وزير يسمع كلامي، لكن ما يسمعش كلامي. وكل من في القصر استغربوا من كلامه. جرى ايه يا ملك؟ يقفوا قدامك وهم وقفوا قدامك، يسمعوا كلامك ممكن يسمعوا كلامك، ما يسمعوش كلامك ممكن من بعد إذنك ما يسمعوش كلامك. لكن ازاي يا ملك؟ تيجي ازاي يا ملك حد يسمع كلامك انما ما يسمعش كلامك؟ ازاي؟ الملك قال: هو ده وهو كده، اللي عايز يبقى وزير يجيب لي فرس ابيض، اديني قلت كلامي اهو، والشاطر يسمع كلامي لكن ما يسمعش كلامي. الملك قال ده، والناس استغربت، والناس قالت: يعني ايه؟ ما هو يا إما نجيب الفرس الأبيض ونبقى سمعنا الكلام، يا إما ما نجيبش الفرس الأبيض ونبقى ما سمعناش. نسمع الكلام سهلة، إنما ما نسمعش الكلام أسهل، إنما نسمع الكلام ولا نسمعش، أهو ده اللي مش معقول. يا عمي ده الملك بيتسلى بينا، سيبه يقول. والملك قال: هو ده هو كده، اللي عايز يبقى وزير يجيب لي فرس أبيض بشرط يسمع كلامي، لكن ما يسمعش كلام. لما اللي في القصر معرفوش بعت المنادي يقول كده في السوق، واللي في السوق زي اللي في القصر، في الأول استغربوا من كلام الملك، وفي الآخر قالوا على كلام الملك: يا عمي ده مش معقول، سيبه يقول. في آخر سوق المدينة كان فيه طاحونة قديمة، والطحان كان راجل عجوز، لكن اهو الحمد لله كان عنده 3 أولاد هم اللي بيدوروا الطاحونة، وكانوا بيشيلوا الطحين على فرس اسود. الاب قال لأولاده: سمعتم الملك؟ بقول لكم واحد منكم ياخد فرس الطاحونة ويروح للملك، مين عارف يمكن ياخدوا الملك ويعملوا وزير. اول الاولاد استغرب: جرى ايه يا والدي؟ ده الملك بيتسلى، ثم ان الملك عايز فرس ابيض، وعايز اللي يبقى وزير يسمع الكلام ولا يسمعوش. وتاني الولاد برضو استغرب: جرى ايه يا والدي؟ حتى ولو كان ده فرس الطاحونة اسود، ثم ان الملك عايز اللي يسمع الكلام ولا يسمعوش. تالت الولاد برضو استغرب، لكن تالت الولاد قال: مدام ابويا قال اروح بالفرس الاسود يبقى خلاص هروح، هسمع كلام ابويا. الدنيا كانت ليل، وتالت الاولاد هيروح للملك مع طلعة النهار. والحقيقة طول الليل الولد بيفكر الطحان ابوه بيقول كده ليه، وان راح للملك هيقف قدامه ويقول ايه. يفكر، واول النهار ما ابتدى يظهر تالت الاولاد ابتسم ابتسامة، اخذ الفرس الاسود وابوه الطحان اتمنى له السلامة. تالت الاولاد ماشي بالفرس الاسود، والناس في السوق في المدينة يستغربوا ويضحكوا. تالت الاولاد داخل بالفرس الاسود، وحراس بوابة قصر الملك يستغربوا ويضحكوا. وقف الولد قدام الملك، قال له الملك: ايه ده؟ الولد قال له: انا عايز ابقى وزير، وعملت زي ما انت عايز يا ملك. انت طلبت فرس ابيض، وطلبت اسمع كلامك لكن ما اسمعش كلامك. جبت لك الفرس، ابقى سمعت كلامك، لكن ما جبتوش ابيض، ابقى ما سمعتش كلامك، وده كل المطلوب. ضحك الملك وقال: انت اللي هتبقى وزير، انت انسان عاقل علشان سمعت كلام ابوك،
وانا عايز الوزير عاقل، وانت انسان بتعرف تفكر، وانا عايز الوزير زيك كده بيعرف في التفكير. وابن الطحان الفقير بقى هو الوزير. ليه؟ لانه شاطر، والشاطر اللي هو يسمع كلام الاب وبعد منها يفكر.